دي آية تيك توكر، ودي أم آية برضه تيك توكر. آية طالعة بترقص عريانة وبترقص معاها مامتها بالحجاب. مشيت في سكة التيك توك والجري ورا الفلوس السهلة، وما احترمتش سن مامتها الكبيرة ولا حتى ديانتها. ده الكلام اللي بيتقال عن التيك توكر آية ومامتها الست الكبارة اللي انتشرت فيديوهاتهم وهم بيرقصوا مع بعض بشكل واسع جدا على كل منصات السوشيال ميديا. الفيديوهات استفزت شريحة كبيرة جدا من الناس بسبب اللبس اللي بترقص بيه آية. كمان مامتها طالعة بترقص بالحجاب، ومش بس كده، آية كمان بتطلع اخوها معاها عشان برضه يرقص. الناس بدأوا يهاجموها بشكل كبير ويقولوا انهم مشيوا في سكة التيك توك وفلوس النت لحست عقولهم زي غيرهم كتير، خصوصا ان آية بدأت حسابها على التيك توك بتقدم فيه محتوى عن الميك اب، بتعلم فيه البنات تريكات وحركات جديدة في عالم الميك اب والموضة. والحقيقة ان محتواها ما كانش متشاف قوي لحد ما بدأت ترقص هي ومامتها، والملايين ما بقوش ملاحقين عليها. حتى الام راحت عملت اكاونت تاني لنفسها عشان تاخد هي كمان حتة من الكيكة، والناس طلبوها انها تبطل اللي بتعمله ده وتخلي بنتها تلبس مقفول شوية. وعيب قوي اللي بيحصل ده يا ست ام آية، لمي آية شوية، واحدة واحدة كده معايا. الناس بتتعامل مع آية وامها على انهم مصريين، وطالبوا ان يتم محاسبتهم زي مودة الادهم وحنين حسام وغيرهم، وده طبعا مستحيل يحصل لأكتر من سبب. اولا آية ومامتها مش مصريين، ام آية اصلا عراقية من مواليد بريطانيا وانتقلت للحياة في نيوزيلندا من اكتر من 30 سنة، وكل اولادها مولودين في نيوزيلندا وعايشين فيها، وعندها آية وولدين كمان. يعني اصلا حتى ام آية ما طلعتش عربية المنشأ وملهاش اي علاقة لا بعاداتنا ولا تقاليدنا. ام آية بتشتغل مدرسة هناك ومطلقة، عايشة مع اولادها وبس، وبتستمتع بوقتها معاهم. والحقيقة لما عملنا جولة كده في حساباتهم على التيك توك اكتشفنا ان جمهورهم هناك بيحبوهم جدا ومهتم بيهم وبيتابعهم بحب. الصدمة الوحيدة لجمهورهم انهم ما طلعوش مصريين وشايفين انهم خفاف على القلب ويتحبوا، على عكس الناس على الفيسبوك اللي مش متابعينهم بس شافوا فيديوهاتهم بعد ما انتشرت وبدأوا ينتقدوهم ويهاجموهم من غير ما يعرفوا اصلا ثقافتهم ولا هم عايشين فين ولا هم مين اساسا. آية ومامتها في عالم موازي مكملين في اللي بيعملوه ومبسوطين بيه ومش حاسين اصلا ان في حد متضايق.